وكشف ما تحويه هذه العبارة من مثل هذه المقاصد ما هو كل إنسان يتوصل إليه، بل الرد على أهل البدع هذا فن دقيق، فن دقيق ما يوفق إليه إلا القليل من أهل العلم. ربما تخرج مقالة لبعض الناس تقرأها أنت تقول ماذا فيها، ويقيض الله شخصا من أهل البصيرة فماذا فيخرج منها أباطيل، أباطيل يخرج منها، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من يأتي ويزهد في هذه الردود، هذه الكتب الطيبة. أحد المشايخ أخبرني قبل نحو شهرين قال: كنت أسمع من يطعن في الشيخ أبي حاتم يوسف الجزائري، وقال: أنا كنت أقول في نفسي لماذا هذه الهجمة على الشيخ يوسف وكذا، وقلت لعله يعني تجاوز أو تنطع في رده على محمد الإمام في كتابه المصباح. قال: فأجمعت أمري على قراءة كتاب مصباح الظلام. قال: فقرأته كله. قال: فاستفدت منه حين قال: عرفت حقيقة كتاب الإبانة أكثر. هذا أحد المشايخ الكبار من أصحاب المراكز، لا داعي لذكر اسمه لأنه حصل كلام كذا بيننا وبينه حول الشيخ يوسف، ثم ذكر هذه الحقيقة. فقلنا لهم: يا جماعة هذا الفن هو توفيق من الله، الشيخ يوسف وفقه الله عز وجل في هذا الجانب، لا يجوز لنا أن نغطي على هذا الجهد الذي قام به، لا يجوز لنا، بل علينا أن نظهر ذلك. وقلت له: أنا أولا قرأت الكتاب بنفسي مصباح الظلام كله، ثم قرأته في درس للطلاب، درسناه الطلاب فتعجبوا، قلنا لهم درسناه الطلاب درسا كما ندرس العقيدة الواسطية. أنت تقول الآن استفدت منه، أفد الطلاب، أفد إخوانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يعرفوا ويفندوا هذه القواعد الخلفية. ما هو أي شخص يرد، قضية الردود ما هي سهلة. والشيخ يوسف ألف هذا الكتاب في نحو شهر، مصباح الظلام في نحو شهر رد على كتاب الإبانة. خبرونا الإخوة في دماج قالوا يربط الليل بالنهار سهرا يرد على محمد الإمام، وأرسلوا الكتاب إلى محمد الإمام لعله يرجع، والرجل ما هو بعد الرجوع له. وانظر إلى مجمل الصيانة للشيخ يحيى، خرج كتاب الإبانة اليوم وما دار اليوم إلا وخرج الشيخ يحيى المجمل هذا، وهو يعني في غاية من هذا الكتاب، في غاية من الدقة العلمية، رد قوي. ممكن تقول مصباح الظلام للشيخ يوسف ترجمة لمجمل الصيانة حق الشيخ يحيى، ترجمة ذاك مجمل، وكتاب الشيخ يوسف مفصل يفصل ويبين ما ذكره شيخنا يحيى. ومن يومها أعلن الشيخ يحيى أن كتاب الإمام محمد الإمام يوضع في رف كتب الضلال. ما كل واحد يوفق له. ثم هذه الكتب نرمي بها ولا نبالي بها ونقول لا تقرأوا فيها. هذا الشيخ من مشايخ الكبار أصحاب المراكز، ما هو من الصغار، من الكبار. حصل بيني وبين نقاش قبل شهرين في هذا.
وهذا الذي تم في المجلس. فالرد على أهل الباطل وكشف خبايا مقاصدهم وخبايا ماذا ما عندهم من ضلالات، هذا ما هو بالأمر السهل يا جماعة، والله ما هو بالأمر السهل. هذا نظير ما يقوم به أئمة العلل، هذا يشبه هذا، ونظير ما قام به أيضا شيخ الإسلام وابن القيم من ردود على أهل البدع والأهواء كمنهاج السنة. شيء عجيب، شيء عجيب، يرد على الرافضة، يرد على المعتزلة. فهذا فن عزيز، فن عزيز.